السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده جايلكم بفيديو جديد. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونخش في الموضوع على طول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده هنعمل مع بعض كيكة اليوسفي. أنا كنت عملتها معاكم بس للأسف الفيديو في المونتاج كان فيه صوت مش فيه صورة، فأنا قلت إن أنا أعملها من أول وجديد معاكم بنفس المقادير اللي أنا عملتها. معايا كوبايتين ونص دقيق منخولين وعليهم رشة ملح أو ذرة ملح، معايا نص كوباية زيت، معايا كوباية عصير يوسفي قطعتهم وشلت البذر منهم وعصرتهم وصفيتهم واداني العصير الفريش البيور اللي انتوا شايفينه ده، ومعايا كوباية وربع سكر، ومعايا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ أو بدرجة حرارة الغرفة، ومعايا معلقة كبيرة خل، ومعايا كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر. كيس بيكنج باودر ده هنزل بيه على الدقيق وهنقلبهم علشان نستبعد الدقيق، السوائل الجافة بتاعتنا هنستبعدها ونجيب شفشق الخلاط علشان هنضرب كل المكونات بتاعتنا دي في الخلاط، وهتكون معانا أحلى كيكة يا حبايب قلبي تستاهل بقكم. يلا بينا. وبكده حبايبي قلبت الدقيق بتاعي بذرة الملح وكيس البيكنج باودر واستبعدت وجبت معانا شفشق الخلاط. اول حاجة كده هنزل بالبيضتين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وهنزل بالفانيليا، كيس الفانيليا بتاعي والسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. كوباية وربع سكر، ومعانا الزيت، نص كوباية زيت، هنضربهم في الخلاط مع معلقة الخل. وبكده حبايبي نزلت بقى بالخلاط كده ضربتهم لونهم يفتح. دلوقتي انا هنزل عليهم بعصير اليوسفي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هضربهم لمدة 3 4 دقايق كده وهنشوف القوام بتاعنا هيكون عامل ازاي. وبكده حبايبي ضربت البيض بتاعي مع السكر والفانيليا وعصير اليوسفي زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بيه بقى على كوبايتين ونص الدقيق علشان هنقلب الكيكة في اتجاه واحد. ننزل كده بالقوام بتاعنا، شايفين؟ هنقلبها في اتجاه واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. في اتجاه واحد كده وبالراحة. وبكده حبايبي ادي الخليط بتاع الكيك بتاعنا. بصوا دلوقتي بقى انا جبت صينيه دهنتها بالزيت او اي ماده دهنيه، هنزل فيها كده، هنزل عليها كده بالخليط بتاع الكيك بتاعي. وبكده حبايبي نزلت بالخليط بتاعي في الصينيه. دلوقتي انا هخبطها خبطتين وهدخلها الفرن على فرن سخن. انا مش ولعت من ساعه ما اشتغلت، لا انا ولعت ساعة لما نزلت بالخليط بتاعي على الكيك زي ما انتوا شايفين كده. يعني انا بولع الفرن قبل ما بدخلها باربع خمس دقايق يا حبايب، وكل واحد على حسب الفرن بتاعه. انا مش عندي اللي بدرجة الحرارة، انا عندي العادة. فانا هخبطها خبطتين كده وهدخلها الفرن وهنشوفها. هتاخد في الفرن من خمس من تلت ساعة لايه ل35 دقيقة، وهنشوفها مع بعض. مش تفتح عليها في الأول، بعد 20 دقيقة هنختبرها بخلة من النص مش من الحراف، عشان الحراف دي بتبقى مستوية. طلعت نضيفة يبقى كده استوت. تشغل عليها الشواية لو مش كانت احمرت. بس ايه، هنشوف هتبقى معانا عاملة ازاي. يلا بينا حبايب قلبي ندخلها الفرن. وبكده حبايبي الكيكة بتاعتي طلعت من الفرن، انا طلعتها هتبرد ونقطعها وهنشوفها مع بعض. وبكده حبايبي الكيكة انا قطعتها، بصوا هشة وجميلة ازاي، بصوا شايفين هشة
اهي برضو بصوا هشة وجميلة والطعم رائع. وبكده يكون ده الفيديو بتاعنا، بس مش تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. قلت صغيرة تكبر بيكم يا احلى متابعين ومشاهدين القناة، لغاية ما ارجع لكم بفيديو اخر. سيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك وشير وسبسكرايب.